السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى وحلقة جديدة، وهذه المرة مع خبر حزين، حيث تم اعتقال الممثل التركي أوكتاي كاينيجارا والمعروف بشخصية سليمان شاكر بمسلسل وادي الذئاب، حيث أعلنت السلطات التركية في اسطنبول عن توقيف الممثل التركي أوكتاي وعدد من الشخصيات العامة الأخرى ضمن تحقيق جنائي كبير حول المخدرات ونشاطات غير قانونية مختلفة. الموقوفون هم 6 أشخاص، ومن بينهم الممثل التركي أوكتاي. العملية نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالتعاون مع قيادة الدرك في اسطنبول بناء على أوامر من مكتب المدعي العام التركي. فما هي الاتهامات الموجهة إليهم؟ فوفقا لبيانات النيابة التركية، الأشخاص ال6 يواجهون عدة اتهامات خطيرة، من بينها حيازة مخدرات أو منشطات للاستخدام الشخصي، تسهيل استخدام المخدرات، تشجيع شخص على الانخراط في البغاء أو التسهيل ذلك، الوسطاء في البغاء أو توفير مكان لممارسة البغاء، توفير مكان ووسائل للعب القمار. هذه الاتهامات ما زالت في مرحلة التحقيق والتحقيقات القضائية، ولم يصدر حكم نهائي حتى الآن. فمن يقف وراء هذه التحقيقات؟ الاتهامات الموجهة إليه. التحقيق جزء من ملف أوسع أطلق في أكتوبر عام 2025، واستهدف آنذاك عدة مشاهير ورموز في المجتمع التركي يشتبه بتورطهم في شبكات متعلقة بالمخدرات وغيرها من الأنشطة الغير قانونية. في المرحلة الأولى من التحقيق استدعى مكتب المدعي العام 19 شخصية من الممثلين ومغنيين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم عينات وتحقيقات أولية. ثم بدأت سلسلة من العمليات توقيف متعددة، ومن بينها العملية الأخيرة التي طالت أوكتاي ورفقائه اليوم. فلماذا تحولت هذه القضية إلى موضوع جدل؟ لأن وبكل بساطة أن العملية استهدفت مشاهير بارزين في المجتمع التركي، مما أثار اهتمام إعلاميا وجماهيريا واسعا. بعض المحامين والنقاد يرون أن تسريب تفاصيل التحقيق قبل صدور حكم قضائي قد يسيء إلى سمعة الموقوفين ويخالف مبدأ البراءة حتى تثبت الأدلة. فما هي ردود الفعل ورد أوكتاي نفسه؟ بعد توقيفه نقلت وسائل الإعلام التركية أن أوكتاي قال بشكل مكتظم أمام الصحافة إنه يدعم مكافحة المخدرات وأنه بريء وعفيف الضمير، ووعد بأن يقدم تفاصيل أوضح لاحقا. حتى الآن لم يتم توجيه اتهامات رسمية نهائية من المحكمة، والعملية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولية، وهو ما يعني أنه لم يصدر حكم قضائي نهائي تثبت به إدانتهم بعد ووضعه القضائي الآن. أما بالنسبة لوضعه القانوني الآن، فأوكتاي موقوف حاليا لدى السلطات التركية في إطار التحقيق، أي أنه ليس هناك حكم نهائي. في القانون التركي الشخص يبقى موقوفا محتجزا أثناء التحريات والتحقيقات لكشف الأدلة والاستماع لشهود قبل إحالة القضية للقضاء. حتى الآن لم يثبت التهم قضائيا، ولا يعني التوقيف ثبوت الدم. في انتظار الحكم القضائي. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. Some try to hide, others to cheat, but time will show we'll always meet.